بعد فضيحة قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المرتشي ولجانه واللي بيسوقهم واللي راكبهم واحد اسمه فوزي لقجع من المغرب، السنغال تردوا بقوة: مش هنرجع الكاس وأوسع ما في خيلكوا اركبوه، وهنصعد الموضوع ونصعده للاتحاد الدولي، وهنطلب لجنة للتقصي والشفافية تحقق في الأمر، لأن ما حدث هو مهزلة لا تحدث ولا في جمهوريات الموز. ليرجع الحق لأصحابه وللنقطة صفر، وهتبقى فضيحة فوزي لقجع ومسبي رئيس الاتحاد الافريقي ان شاء الله فضيحه بجلاجل، واللي اتوقعه ان سوف تسحب الثقه ويحل مجلس الاتحاد الافريقي لكره القدم المرتشي بقياده العصابه مسبي وفوزي لقجع. بل عرفتونا دول فاسده وناس فاسده لا تليق ابدا بالكره الافريقيه. enough is enough، وتحط عليهم الكرة التونسية، وتوقع ثورة من الأندية والمنتخبات الأفريقية شمال وغرب ووسط أفريقيا بقيادة مصر والجزائر. عاشت الكرة الأفريقية النظيفة، ولا للرشوة ولا للفساد ولا لشغل العصابات وشغل الأفاقين. بصراحة حاجة فضيحة وحاجة مهزلة. دولة مالط بتلعب كورة من 76 ما خدتش بطولة دوري افريقيا، عايزة تاخدها بالعافية وبمجاملات، والدمية الموجودة في يد الاخ فوزي لقجع اللي بقى خارج السيطرة. وعليكم ان تسألوا نفسكم، وانا بلوم الناس اللي عندنا اللي في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي منذ سنين، الاخ هاني ابو ريده اللي ملوش اي 30 لازمه، والكل بيعمل حساب لفوزي لقجع، والرجل اللي دائما عليه 20 علامه استفهام للاسف مصري، الاخ اللي اسمه احمد مجاهد، لانه كان مراقب المباراه وكتب كل ما ذكر. المباراه لم تنتهي بانسحاب، المباراة انتهت على أرض الميدان وبفوز وبهدف صحيح 100%، رغم التجاوزات الفجة من الجمهور الخارج عن النص دائما وابدا. تلاقي الوساخة في ملاعب تونس والمغرب، فيجب أن تنتصر الكرة النظيفة. ساديو ماني ورفاقه العظام اللي خدوها من قلب ومن مصارين المغرب في وسط ملعبها وفي وسط جماهيرها، البق وزي كله طلع بلح، واتغلبته وخدته بالجزمه في الملعب.